طيب يا جماعة الخير اللي على الفيسبوك، حد موجود؟ حد موجود معانا؟ تيك توك؟ طيب يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. اللي شايفني واللي سمعني يا ريت يعرفني الصوت عامل ايه. طيب اللي معايا او اللي شايفني او اللي سمعني، سواء هنا او هنا، في سلسلة اسمها كتاب اسمه نبات الحسد. الكتاب ده بيتكلم عن الكتاب ده يا جماعة بيتكلم أو بينقسم إلى عدة أقسام. أول قسم أو أول بند اللي هو اختيار الأرض الصالحة. اختيار الأرض الصالحة ديت أو ما يعرف بالزوجة الصالحة أو الزوج الصالح للطرفين، أو شريك الحياة عامة إذا كان شاب أو شابة. البند الثاني اللي هو رعاية البذور، رعاية البذور أو رعاية النبات اللي هو الأطفال. البند الثالث اللي هو تربية النبات أو تربية الأطفال أو تربية الثمار، على حسب ما إيه الوضع هيكون ماشي إزاي. رابع بند اللي هو الحصاد. رابع بند اللي هو الحصاد، حصاد الثمار ديت أو حصاد النبات أو التربية أو إلى ما أيا كان المسمى. النهارده هنتكلم عن الأرض الصالحة أو الشريك الصالح. قال تعالى:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أن العلاقة مبنية على المودة والرحمة. العلاقة مبنية على المودة والرحمة، مش مبنية على الصوت العالي، مش مبنية على المشاكل، مش مبنية على خلافات. هو طبيعي لازم يكون في خلافات، لو الاتنين نازلين من السماء لازم يحصل خلافات، لأن لو ما حصلش خلافات الحياة مش هتمشي، أو الحياة مش هتسير عامة يعني. في حديث قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرء لأربع: جمالها ومالها وحسبها ودينها. حسب اللي هو النسب والأهل والأسرة وأبويا فلان وأخويا علان والكلام ده كله. بس طبعا قبل الكلام ده إن احنا اخترنا أول بند اللي هو إيه؟ الأرض الصالحة أو الزوجة الصالحة. البند الأولاني دوت منقسم إلى عدة أقسام، اللي هو أنا كزوج أو هي كزوجة في عندها بعض التفكيرات وأنا عندي بعض الأمور إن أنا عايزها ومسستم دماغي عليها أو ما شابه ذلك. الأمور ديت اللي هي مثلا طبعا أول شيء الدين. والله أنا عايز واحدة محترمة متدينة بتصلي عارفة ربنا، غبت عن البيت تكون راجل البيت كتربية كأفعال الكلام ده كله. ديت لازم يكون في الصفات دي، وهي طبعا لازم يكون عندها صفات في شريك حياتها، ان هو يكون متدين، ان هو يكون شغال كويس شغلانه كويسه، محترم، بيدخن ما بيدخنش، بيعمل ما بيعملش. ده كله لازم في اول يعني علاقه او اول تعارف بين الزوج او الزوجه او الشاب او الشابه، لازم الكلام ده يحصل، اللي هو انا والله عندي صفاتي 1 2 3. هي برضو بدون حياء وبدون خجل وبدون كسوف وبدون خسوف وبدون اي الكلام ده كله، بقول له والله انا عايزه 1 2 3. في امور ان هي تتحل، يعني مثلا الاختلافات، في اختلافات بسيطه ان هي تقدر ان احنا مثلا نحلها مع بعض، تفكيرنا مع بعض، نوصل الامور ان انا مثلا تفكيري والله دي غلط، انت تفكيرك ان هي صح، فنوصل لحل وسط يرضي الطرفين. او لا انا عايز ديت، او هي لا انا عاوزه ده، فطبعا الحكايه او العلاقه مش هتكمل. ليه؟ لان مفيش تفاوض من البدايه. لازم يكون في سيستم بين الاثنين من اول ساعه اختلطوا ببعض.
اللي هو انا عندي انا صفات، انا شغلي شغال في شغلانه معينه، راتبي كده، عيشتي كده، مصاريف، التزاماتي، معرفش ايه، كده 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 كده. والله يا بنت الحلال ماشيه معايا اهلا وسهلا، مش ماشيه معايا يبقى خلاص كل واحد يروح لحاله. لا انا راتبي ملايين وانت ما حصلتش 1000 جنيه، او انت ما عندكش شغل مثلا. فلازم الصدق في اول، لازم الصدق عامة مش في اول بس، لازم الصدق عامة. الصدق ان انا اتكلم الكلام المظبوط، ان انا اتكلم الكلام الصح، ان انا اتكلم انا عندي كذا يبقى انا عندي كذا، مش انا عندي كذا بالكذب، لا انا عندي كذا كذا، يبقى في الواقع الكذا ده موجود ايا كان. عندي بيت، عندي ارض، عندي عربية، عندي. مش ان انا اعمل كلام امشي الامور وكلام، نعمل تساير ومساير وخلاص. لا، هو لازم الموضوع يكون العلاقة مبنية على الصدق. علاقة من أول يوم اتبنت على الصدق هتفضل طول العمر. عند لما الفراق دوت يبقى ايه بالموت. مش ان انا اعمل النهارده انا خطبت، بكره انا اتجوزت، بعده انا خلفت، بعده الاسبوع اللي بعده انا في مشكله مش عارف احلها، يبقى خلاص كل واحد يروح لحاله، وخصومات وبتاع وطلقات وخساير ليه؟ علشان احنا ما فكرناش من البدايه صح، علشان احنا ما بدأناش الحياه بالاساسيات. الاساسيات ان هي ان انا تفكيري 1 2 3، انت تفكيرك 1 2 3. انا عندي الامر ده مباح، الامر ده مش مباح، هي نفس الوضع، انا عندي ده مباح وده مش مباح. لازم يكون التوافق بين الاتنين بالكلام دوت، بالكلام الصح، بالكلام المظبوط. مش ان انا اتكلم كلام وخلاص، مش ان انا افض حديث، لا. لازم الكلام يكون كلام مظبوط، لازم الكلام يكون مظبوط. ده اول بداية. قبل ما ادخل البيت ان انا اكون سائل هي مين، بنت مين، ابوها مين، امها مين، اخوها مين. والله هتناسبني اهلا وسهلا، مش هتناسبني يا دار ما دخلك شر. هي نفس الوضع. قبل انا خلاص انا تمام والدنيا زي الفل، عشان انا كبرت في السن او معرفش ايه هعنس، لا إيه كلام ملوش 30 لازمه يعني. لازم نتكلم كلام مظبوط، لازم نتكلم كلام، لازم تفكيرنا يكون تفكير مظبوط، تفكير سليم. لازم تفكيرنا يكون تفكير سليم. والله تصرفاتها كويسة أهلا وسهلا، أهلها ناس محترمة أهلا وسهلا، أهلها ناس أصحاب مشاكل لا أبعد. لو مشكلة هايفة بس أصحاب مشاكل، لو هم كويسين معاك من أول مقابلة وبتاع ماشي. بعد كده افرض حصلت خلاف بينك وبينها بعد الفرح، بعد الخطوبة، بعد الكلام ده مش هتخلص. لازم السيرة الطيبة، السيرة الطيبة تمام الأمور هتمشي. وبرضه ما تكونش داخل إن فلانة عندها أراضي وعندها فلوس وعندها عقارات وبتاع، لا لما أدخل عشان ينبني من الحب جانب. ده طبعا طمع، ده طمع، مش عشان الحديث اتكلم ان هو لمالها او كده يبقى انا ادخل اشيل، لا طبعا.
انت فين؟ انت فين؟ انت كراجل فين؟ اه بعد اخدت النهارده بعد كده تتعاير؟ ما ينفعش. وبعدين العلاقة او الحياة لما تكون في البداية على طمع ما بتدومش. والله لو ملايين الدنيا ما بتدومش. سبحان الله بيكون في يعني في قبول في ناس كده بيكون فيها القبول. يعني انت عندك بنت فلان جمال ومال وحسب ونسب وبتاع ومفيش قبول. وفلانة بنت الغفير سبحان الله القبول إلى أبعد الحدود. لازم نكون داخلين على صدق، نكون داخلين بيوت الناس على صدق. احنا بنفتح بيت او بنعمل حياة. يعني ربنا خلقنا عشان نعمر الارض، مش عشان انا بصلي وبصوم وبعمل وبتاع. طب وبعدين؟ المثل بيقول لك كمل نص دينك، بس اكمله صح. لازم الست اللي تكون في البيت تكون ست عارفة او شايفة وضع البيت على ايه، وضع البيت ماشي على ايه، عارفة الصح من الغلط. ان هي النهارده طالعة من بيت اهلها رايحة بيت تاني، تمام؟ بكرة هيكون عندها بنات، بكرة هيكون عندها اولاد. فلازم يكون التربية او النشأة من البداية تكون نشأة صح. لازم الارض اللي هزرع فيها وعشان احصد الحصاد بتاعي كويس تكون الارض سليمة، يكون سماد، يكون مبيدات، يكون ده كله سليم. تكونش ارض تعبانة وادور على الانتاج بتاعها. ما فيش طبيعي ما يجيبش انتاج. لو جاب انتاج هيجيب انتاج ايه؟ يا ريته ما جه الانتاج. اللي معانا يا جماعة يتكلم كده او نتشاور مع بعض، يكتب تعليق هنا على الفيس على التيك توك، نتشاور مع بعض. يمكن انا غلط، يمكن انتوا صح، يمكن احنا الاتنين غلط. لازم يكون في تشاور بينا. انا معرفش التوقيت دوت مظبوط ولا ايه. انا كنت عامل اعلان انها 9:30، دلوقتي 10:15، يعني 9:15 في مصر، حاليا 10:15 في الامارات، يعني 9:15 في مصر. ولازم علشان ان انا قبل ما ادخل بيوت الناس اكون عارف
النظام ايه؟ اكون انا سليم، اكون بر بنفسي عشان اكون بر ببنت الناس اللي هتكون معايا، وهي نفس الوضع، بنت الناس اللي هتكون معايا نفس الوضع، تكون بره بنفسها عشان الحياة تمشي. ما نتكلمش النهاردة والكلام اللي نسمعه من هنا يطلع من هنا. برضو ما اعملش ادخل على الناس والله انا هتجوز بكرة. طب انت عرفتها؟ طب انت حصل في موقف بينكم عرفت تفكيرها ماشي ازاي؟ هي عرفت تفكيرك ماشي ازاي؟ لازم فترة الخطوبة تكون فترة طويلة عشان التعارف، تفكير. طبعا يعني لازم يكون في حدود للتفكير، لازم يكون في نقاط أساسية. النقاط الأساسية ديت ما ينفعش إن أنا أتعداها، الطرفين ما ينفعوش يتعدوها. يعني إذا كان الطرف ده أو الطرف ده لازم الاتنين يحطوا نقاط أساسية بينهم وبين بعض. أنا ديت عايزاها وأنا ده عايزها، دي مش عاوزها، دي عايزاه مش عايزاه، كده عشان نوصل لحل. وبعدين كل لما اتسعت دايرة المشاكل كل لما الحياة استمرت. ده أنا سمعتها من حد من فترة كده. يعني طالما لازم يكون في مشاكل على أتفه الأسباب، مش أتفه، مش ما يكونش مشاكل باستمرار. يعني مثلا أنت بتشرب أو بتدخن سجاير، لا أنا مش حابة دوت، لا أنت بتعملي معرفش إيه، بتهزري مع ده بتهزري مع ده بتهزري مع، لا أنا مش حابب ده، أنا غيور، لا أنا مش حابب ده، ما ينفعش، في حدود. النهارده مخطوبين، بكره لما نتجوز وانت تهزري مع ده وتهزري مع ده، يبقى انا استفدت ايه؟ ولا حاجه. اكون بكلم بنات ان شاء الله بعد لما نتجوز خلاص الموضوع ده هتنتهي، تفضل لازم يكون في حدود. هتعيش بما يرضي الله، اهلا وسهلا. مش هنعيش بما يرضي الله ونتلف نفسنا خلاص كل واحد يروح لحاله. لازم يكون في حدود. يعني انا البند ده يعني يعني كم في المية ان انا اخده، ان انا اتقبله، اكون متقبل البند اللي انا بتكلم فيه ده، هاخد منه كم في المية؟ وليكن 70%. يعني عندي كده زي ما بنقول درجة النجاح 70%. والله 80% يا سلام خير وبركة. 90 طب والله الحمد لله فضل ونعمة. 69% ما ينفعش خلاص. 69%، والبند ده أساسي، بند أساسي، وما ينفعش إن أنا أتعدى 70% من تحت. 69.5 ما ينفعش خلاص، ما كملش. ده بند أساسي. هي نفس الوضع، تكون حاطة حدود.
انت بتكلم بنات، لا انت بتشرب سجاير، لا انت بتسهر بره كافيتريات وما اعرفش ايه، لا انت فده كله لازم يكون ليه حد معين. نقيس كده مع نفسنا البند اللي بنتكلم فيه، ناخد منه درجة النجاح بتاعته، تمام، نشوف اخد درجة النجاح كام، 70%، 50%، نشوف درجة النجاح هتكون كام. كان فوق منها اهلا وسهلا، تحت منها ما ينفعش، مش هيتغير. طالما تحت منها مش هيتغير، الموضوع مش هيتغير. الموضوع مش هيتغير. لازم قبل ما ندخل على الناس نكون سائلين، نكون عارفين، نكون واخدين القرار، وبعدين هنعمل مع بعض، نقعد مع بعض ونقرر البنود اللي احنا اتكلمنا فيها. اختار واحدة علشان المستقبل، عشان ولادي. هي نفس الوقت تختار زوج لنفسها ولولادها ولسمعتها ولشرفها كده. مش والله لا انا خلاص انا كبرت وعايزه اي حد، لو هتجوز النهارده واتطلق بكره بس استفدت ايه؟ ولا الهوى. لازم التفكير دوت يكون موجود. الصح صح والغلط غلط، الصح صح والغلط غلط. ما ينفعش ان انا اتكلم اقول والله النهارده ده غلط، بكره ممكن يكون صح، وممكن يكون اسوأ من الغلط نفسه. اختار واحدة قد المسؤولية. اختار واحدة مش مهم تعليم، مش مهم جمال، مش مهم مال، مش مهم حسب، مش مهم نسب، لكن واحدة تكون على علاقة بربنا، عارفة الحلال من الحرام. في دكاترة ولا عارفين حلال ولا حرام ولا أي حاجة، وشغالين وكل يوم دوشة على الفيس والواتس والتيك توك كل المواضيع دي. الفيس دوت زي ما هو وسيلة للتواصل، زي ما هو وسيلة ان انا اعرف من عليه معلومة، برضه في نفس الوقت مصيبة. النت عامة سلاح ذو حدين، مش يا اما صح يا اما غلط. استخدمناه صح هنستفاد منه، استخدمناه غلط مش هنحصل غير الغلط. ماشي حاضر يا احمد، حاضر.
اسمع يا احمد، اسمع عشان تعالى على الفيس عشان لما يخلص تبقى تسمعه. المودة والرحمة، ربنا اللي قال لازم يكون في مودة ورحمة بين الاتنين. مسافة ما الباب اتقفل الشارع كله سمع الهيصة، ده انت عملت، ده انت عملتي، ده انت معرفش ايه، ده انت قلتي، ده انت ما قلتيش. هو ده علشان من البداية ما حطيناش بنود ونقاط نمشي عليها. ده علشان سببه ان احنا ما فهمناش بعض، سببه ان احنا اخترنا غلط. الارض كويسة، الارض صالحة، الزرعة هتكون صالحة. بسمعه بعدين لما يخلص، بسمع من البداية. الكلام ليك طبعا، بسمعه من البداية عشان تستفاد. انت فاضي هنا بس، ما انت فاضي هنا اكيد بتعمل الغلط يعني، اكيد اللي هنا دوت بيعمل الغلط. بعدين نام، عندك شغل الصبح. استغفر الله العظيم. طبعا اخترنا هي هتكون صح، الذرية هتكون صح. مش النهاردة والله انا خلفت عيل مش قال اسمي، بيجري ورايا في الشارع وبابا جه وبابا راح وبابا معرفش ايه. طيب وبعدين واخرتها، اخرتها مفيش تربية، اخرتها مفيش تربية. هي الاساس اللي في البيت هو الاب دوت، يعني الله يكون في عونه، يفضل في الشغل بره البيت بالساعات، طول اليوم يعتبر بره البيت، يرجع البيت على النوم مهدود، يصحى الصبح اروح اشوف شغلي علشان الاكل العيش. زيك كده يا دي، تفضل طول النهار بره البيت وتروح على الكافيتيريا بالليل. الكافيتيريا بتاعت البلد، انما هنا في دبي بتروح انت الكافيهات. خلينا هنا متطورين شويه. طيب للتذكرة تاني، سلسلة نباتا حسنا ده كتاب بيعرفك اختيار الزوجة الصالحة أو الشريك الصالح للطرفين،
إذا كان شاب أو شابة. الكتاب بيتكلم على عدة أمور اللي هي الاختيار، اختيار الزوجة، بعدين تربية الأولاد، بعدين تعليم، بعدين الحصاد بتاع التربية. سلسلة هي سلسلة ماشية مش. فاتكلمنا النهاردة على اختيار الزوجة. اختيار الزوجة لازم يكون اختيار عن يقين وبتفكير سليم. لازم قبل ما تدخل على الناس تكون مسستم نفسك على الحياة. مسستم نفسك ازاي؟ يعني انت كشاب عايز تفتح بيت، ايه المتطلبات بتاعت البيت؟ متطلبات البيت عفش، بتاع أجهزة، زوجة، والأمور بتمشي. طيب الأساسيات ديت أو المتطلبات دي في منها مباح وفي منها غير مباح. المباح اللي هو تفكيرك انت بتفكر في الحياة او البنود ديت بأي تفكير بأي شكل، تكتب تفكيرك في البنود دي. والله انا عايزها طويلة، انا عايزها تخينة، انا عايزها معرفش ايه، انا عايزها متعلمة، انا عايزها مش متعلمة، انا عايزها حسب ونسب وفشخرة وبتاع وكلام، انا عايزها على ميسورة الحال. فانت بتحدد البنود دي. طبعا البنت او الفتاة ديت لازم برضو يكون في عاملة نفس البنود، اللي هو شغال كويس، شكله كويس، بيدخن ما بيدخنش، عنده بيت ما عندوش، عنده عربية ما عندوش، معاه فلوس ما معهوش، كده البنود الأساسية دي لازم الطرفين يتكلموا فيها. وفي بنود اللي احنا بنسميها عيوب. انا عيبي ان انا مثلا وليكن بكلم بنات، بحب اكلم بنات، اخلص مع دي اشوف دي، اخلص مع دي اشوف التانية، اشوف التالتة، اشوف الرابعة، بعدين بتعرفها والله انا بدخن سجاير، انا ما معيش شغل، انا ما معيش بيت، انا ما عنديش معرفش ايه، انا وتكتب تكتب المطلوب منك، تمام، وتكتب العيوب اللي عندك، وهي نفس الوضع، تكتب المطلوب منها وتكتب العيوب اللي عندك. وبعدين لما خلاص الأمور وضحت والطرفين في قبول، والله لازم الاتنين يكونوا مع بعض، الاتنين
تتكلموا مع بعض في البنود اللي اختاروها دي، اذا كانت بنود يعني مباحة او بنود اللي هي العيوب. العيب دوت هيتصحح او ما يتصححش، لازم يكون في نسبة وتناسب. يعني مثلا زي درجة النجاح مثلا من كام في المية. العيب دوت انا هديت درجة نجاح 70%، 50%، 100%. يبقى هي مثلا انت عيب اللي عندك دوت التدخين مثلا، هي مش حباه. والله انت لا، ده حياة وموت، مش هعمله. خلاص هي مش حباه، يا اما تغيره او تنهيه خالص، او يبقى خلاص كل واحد يروح لحاله. انت نفس الوضع. هي ما بتصليش، يا بنت الحلال صلي، هتصلي وصفحة جديدة مع ربنا وبتاع ونتوب. الصلاة فوائدها كذا كذا، والصلاة معرفش ايه، والصلاة وتحبب الموضوع. والله في قبول للموضوع، اهلا وسهلا. ما فيش قبول يبقى خلاص. انما ان انا دخلت بيت الناس النهارده، عملت الخطوبة بكرة، اتجوزت بعده، اتطلقت بعده، بعملت ايه؟ لازم البنود ديت تكون شرط اساسي. ده شرط اساسي قبل الموافقة على من الطرفين. والله في عريس، انت ايه رأيك؟ احنا شايفين والله ان هو كويس والحمد لله، ومعاه شهادة ومعاه صنعة ومعاه عربية ومعاه فلوس ومعاه بيت ومعاه، واحنا موافقين. انت رأيك ايه؟ انت خلاص، احنا موافقين. انت هي هتفكر في ايه؟ هي خلاص مش هتفكر بقى. والله ده خسارة وما اعرفش ايه، ده بيعمل، ده كويس، ده الناس بتشكر فيه، ده ماشي. هي اللي هتعيش معاه مش الناس تشكر السنة الجاية. السنة اللي هعيش معاه، انا اللي هعيش معاه. لازم ان انا اتكلم، لازم الكلام قبل الموافقة اصلا، اللي هي الرؤية الشرعية. لازم. لما هنتكلم وخلاص ما ينفعش. لا والله احنا موافقين والعريس والخطوبة اخر الاسبوع. هي فين رأيها؟ هي فين رأيها؟ ماشي، هي مشت الموضوع، استحملت النهارده بعد الجواز، استحملت بكره، ما بعد كده هتسيب البيت وتمشي. بعد كده مش خلاص، البيت كارهين وهي كارهه، فهتروح فين تاني؟ هتطفش بقى، تروح تكلم حد معرفش ايه بتاع. فهي لازم الاساسيات تكون موجوده. لازم قبل الموافقه من الاهل لازم نرد على البنت الاول، وقبل الموافقه وقبل التاكيد وقبل الفرح لازم الاتنين يتكلموا مع بعض. لازم الاتنين يتكلموا مع بعض. انا صفاتي 1 2 3، وانت وعيوبي 1 2 3، وهي نفس الوضع، صفاتي 1 وعيوبي 1. انت متقبلنا على كده؟ تمام. مش متقبلنا على كده؟ والله انا هحاول للتغيير. انا هحاول للتغيير، وانت نفس الوقت حاول للتغيير. الدنيا تمام، مشيت خير وبركة. مفيش تغيير، ما قدرناش ان احنا نغير، يبقى خلاص
هنستنى ليه؟ ملهاش لازمة. ملهاش لازمة بقى، هنفضل نتكلم ونعيد ونزيد، ملهاش لازمة. ما هو فيش قبول، مفيش توافق. مفيش توافق من البداية. طيب هي هتربي ازاي؟ هتكون مكانك في البيت ازاي؟ انت في شغلك بره البيت طول النهار، تروح البيت على النوم. تربي عيل ازاي؟ هتعلمه ازاي؟ هتذاكر معاه ازاي؟ خليها أمية، بند المذاكرة ده شيء. هتربيه ازاي؟ لازم التربية تكون تربية مظبوطة. التربية المظبوطة تيجي من الاتنين المظبوطين، إذا كان الراجل أو الست. والله الراجل كويس متربي تربية محترمة هيكون محترم. الست نفس الوضع، متربية أهلها ناس محترمين، أمها أبوها ناس محترمين، ناس ما بنسمعش عنهم حاجة، خلاص دوس. إنما عادي، ما في العادي دوت ما ينفعش. العادي ده ما ينفع. لازم يكون في البنود ديت تكون بنود مظبوطة، تكون بنود معروفة، تكون بنود أساسية. بنود أساسية علشان بعد كده نوصل للتربية السليمة. نوصل بعد كده للتربية السليمة للطفل أو الطفلة اللي هيكون إنتاج الزواج ده. فإن شاء الله هنكمل السلسلة دي يوم الجمعة القادمة إن شاء الله. هيكون معانا في البث دكاترة علم نفس وتوجيه أسري إن شاء الله بإذن الله. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.